السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بطبخ أمينة. اليوم إن شاء الله نشارك معكم اللحم ديال الراس. كيجي رائع جدا، كيجي هكذا معلق وكيجي أكثر من رائع بمقادير جد بسيطة وكذلك بطريقة جد سهلة. بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله. نبداو بالمقادير بطريقة في نفس الوقت. اول حاجه كناخدو هكذا طنجره كنوضعو فيها اللحم ديال الراس. طبعا انا هنا قطعته، يمكن لكم نتوما تقطعوا فقط على النصف اولا يعني ديروا هكذا يعني صاين، كيبقى لكم اختياري طبيعة الحال. ثم كنضيفوا هكذا انا خديت جوج ديال البصلات صغار، قطعتهم هكذا يعني يكونوا هكذا كبارين، يعني فقط غير يعني يكونوا شويه كبارين، او لا تقسموا البصله فقط على جوج. انا هنا درت بصله صغيره، درت جوج ديال البصلات. الا كانت لكم بصله كبيره غادي تكتفوا فقط بصله واحده. ثم كنديروا عليه كذلك جوج ديال الضروس ديال الثومه، انا هنا خليتهم صاينين. ثم كنضيفوا معلقه صغيره ديال التحميره ولا الفلفله الحلوه، كنضيفوا كذلك نص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. ثم كنديروا كذلك نص معلقه صغيره ديال الكمون ونص معلقه صغيره ديال القزبر يابس. وكنضيفوا كذلك معلقه صغيره ديال السكنجبير اولا الزنجبيل. وكنديروا هكذا واحد نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم، كيبقى لكم اختياري طبيعه الحال. هكذا غير واحد نص معلقه صغيره، يعني ما تكثروش بزاف من العطريه ديال اللحم. يمكن لكم تضيفوها يمكن لكم لا. ثم كنضيفوا كذلك الملح. انا غادي نضيف غير واحد معلقه صغيره مع مرش ديال الملح، والملح كتبقى لكم على حسب الذوق ديالكم طبيعه الحال. وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الخرقوم اولا الكركم اللي كتكون هكذا يعني عامره. ثم كنضيفوا نص كاس صغير ديال زيت المائده ولا زيت نباتيه. وكنضيفوا نص كاس صغير ديال زيت نبات ديال زيت الزيتون. وكنضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هذا اللحم هذا، يعني كنضيفوا هكذا الماء اللي كيكون يعني كما قلت لكم يكون هكذا الكافي اللي غادي يطيب فيه اللحم. ثم غادي نغطيو على الطنجره ديالنا وغادي نديروها على النار اللي كتكون هكذا شويه يعني عاليه، لانه يعني اللحم كما معروف كياخذ معنا الوقت. يعني غير يعني حطوا الطنجره ديالكم على النار اللي كتكون عاليه حتى كيطيب لكم اللحم. بالنسبه للمده كتبقى لكم على حسب اللحم، يعني على حسب اللحم طبيعه الحال. انا هنا ما يعني ما وقتش بزاف ديال الوقت، تقريبا هكذا غير واحد 30 دقيقه ولا نصف ساعه، يعني راح كانت كافيه يعني طاب ليا اللحم. كما قلت لكم كيبقى لكم بالنسبه للمده ديال الطياب كيبقى لكم يعني على حسب اللحم. انا هنا درت الطنجره ديالي انها طيب. كندوزو اننا نوجدو البصله، كناخذ هكذا بصله ونصف صغيره، يعني هكذا قطعتها يعني تكون رقيقه بهذا الشكل هذا. ثم كنبداو انا دوك شرائح ديال البصله كنبداو انا كنفرقو يعني مع بعضياتهم، يعني حتى كتولي ديك البصله كامله مفرقه بهذا الشكل هذا، يعني تكون كل وحده بوحدها. يعني كما كتلاحظوا ضروري انكم ديروا هذه المرحله هذه كتفرقوها يعني هكذا. وثاني حاجه انكم تقطعوا البصله تكون هكذا رقيقه، يعني ما تكونش غليظه. وتبداو انكم يعني تفرقوا ديك البصله مع بعضياتها، يعني حتى تكون كل وحده بوحدها، يعني هكذا يعني كامله تكون يعني مفرقه مع بعضياتها. انا هنا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى انني نتاكد ان ديك البصله كامله يعني فرقتها مع بعضياتها. يعني واهم حاجه يعني تكون البصله رقيقه، يعني ما تكونش غليظه، يعني ما تقطعوهاش تكون هكذا غليظه، يعني تكون رقيقه. ثم ملي كنفرقوا ديك البصله كامله يعني كتكون بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا كتكون هكذا كامله مفرقه. كنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال دقيق الفورس اولا الدقيق الابيض. ثم كنبداو اننا كنخلطوا ديك البصله ديالنا اولا يعني كنلبسوها كامله ديك الدقيق، يعني حتى نتاكدوا ان
كاملة تلبست لنا ديك الدقيق. الا شفنا يعني مازال هكذا كاين واحد الكميه مازال ما ملبساش الدقيق، كنضيفوا الدقيق طبيعه الحال، ثم كنخلطوها حتى نتاكدوا انها كامله تلبست ديك الدقيق. ثم كنوضعوا يعني هكذا الزيت في المقلاة، كنخليوها حتى كتسخن، وكنقليو فيها هاد البصله ديالنا، يعني كنخليوها هكذا حتى كتحمر، ثم كنزولوها وكنحطوها في اناء يعني، وكنخليوها انها تبرد. انا هنا بالنسبه للحم ديال الراس ديالي راه يعني طاب هكذا، يعني قرب انه يتبقى ليه هكذا غير واحد 10 ديال الدقائق. زولته، غادي نضيف له ضفت له 2 ديال الطريفات ديال الحامض المصير، لذلك يعني ما كثرش الملح بزاف، وكنضيفوا عليه معلقه كبيره ديال الخل ابيض كذلك. ثم غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال القزبر، يمكن لكم ديروا هكذا غير الربطه ديال القزبر، كيبقى لكم اختياري طبيعه الحال. انا هنا ضفت يعني قزبر مقطع، ثم غادي نرجع الطنجره ديالي وغادي نخليها انها تكمل الطياب ديالها. كما قلت لكم راه بقات ليها هكذا غير واحد 10 ديال الدقائق، عاد انني ضفت لها الحامض وهذا والخل والربيح كذلك او القزبر. انا هنا غادي ندير الطنجره ديالي طيب، وهنا بالنسبه لهذه المرحله هذه كنقصوا النار حتى كتولي متوسطه، لانه يعني الطنجره قربت طيب، يعني ما غاديش تاخذ لينا بزاف ديال الوقت. ثم بالنسبه للبصله ديالي راها طابت وتحمرت وزولتها، وغادي نضيف ليها هكذا الملح، وبالنسبه للملح كتبقى لكم على حسب الذوق ديالكم طبيعه الحال. وغادي نضيف ليها هكذا نص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، كيبقى لكم اختياري طبيعه الحال، يمكن لكم يعني تزيدوا من الكميه او لا تنقصوا منها. ثم كنخلطوا ديك البصله يعني حتى تولي كامله يعني مملحه هكذا، وكذلك داك الابزار يعني يكون مخلط يعني كامل فيها. ثم كنوضعوها جانبا حتى كيطيب ليا يعني حتى يطيب اللحم ديالنا. ثم كناخذوا هكذا طبق ديال تقديم، غادي نوضع فيه اول حاجه غادي نوضعوا هي اللحم ديالنا. كما كتلاحظوا اللحم راه طايب، يعني راه يعني بحال الزبده تماما، ضروري انكم تخليو اللحم حتى كيطيب كما كتلاحظوا. يعني غادي هذا يعني غادي يبان لكم انه طايب، يعني مفرق كامل، يعني راه ما كياخذش لينا بزاف ديال الوقت، خصوصا الا درتو اللحم يعني في الطنجره ديال الضغط، راه ما غاديش ياخذ لكم الوقت بزاف نهائيا. وبالنسبه لديك المرق كيجي هكذا معلك كما كتلاحظوا في الفيديو، يعني الا باغيين ان ديك المريقه انها تزيد انها تعلك لكم، كتزولوا اللحم ثم كتوضعوا الطنجره ديالكم على النار اللي كتكون مهيله، ويعني كتبقى هكذا كطيب، وانتم كتمعكوا ديك المرق هكذا بواحد المعلقه هكذا يعني، وكتبدا انها تولي يعني كتزيد انها يعني تعلق فقط، يعني تكون عندكم هكذا مرق اللي هو معلق. انا هنا يعني بغيت بهذا الشكل هذا تكون فيه ديك البصله باينه بهذا الشكل هذا. ملي كنوضعوا اللحم ديالنا وكنوضعوا فوق منه ديك المرق ديالو، كنزينوه بديك البصله اللي حمرنا على هذا الشكل هذا. وكيبقى لكم اختيار، يمكن لكم تضيفوا هذه البصله هذه او لا او لا تخليو غير ديك اللحم مع المرق ديالو، كيبقى لكم اختياري. صراحه كيجي بنين بزاف، كيجي اكثر من رائع. كنتمنى هذه الوصفه هذه وهذا الطبق هذا انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنسوش انكم تشاركوه مع الأصدقاء والعائلة، وكذلك أنكم تدعموني بلايك وبتعليق، وكذلك أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد. إذا معني إلا نقول لكم بسلامة عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.